السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل محشي، وطبعا المحشي ده كلنا شاطرين فيه، كل الناس بتعمله، والشتا دخل بقى، كل سنة وانتم طيبين. الناس بتعمل محشي كرنب وبتنجان وتشكيلة كده. فانا عملت لكم الخلطة دي كذا مرة على القناة بتاعتي بكذا طريقة. النهارده هعملها لكم بطريقة كده انا بعملها ومتبعاها بقى بفترة، بس ما نزلتهاش بصراحة على اليوتيوب، فانا قلت تشاركوني وانزلها لكم عشان تبقى طعمها جميل قوي. بمكون احنا بنرميه، يعني مكون كده بنبقى بنستخدم القالب واللي جوه بنرميه. فاحنا هنشوف ايه المكون دوت اللي احنا بنرميه، هو ده السر في الخلطه. انا دلوقتي بشرت 3 بصلات كبار، وخدت نصهم على جنب ونصهم هم في الحله، وحطيت الماده الدهنيه زي ما انت تحبي، سمنه، زيت، حاطه زيت على ليا عشان ليا بتديها طعم اهي. ليا اهي، قطع ليا اهي بتديها طعم حلو، انا بحبها كده حسب ما انت ما بتحبي برضو. فخليكي معايا، احنا بنشوح البصل اهوت، وكل مكون هحطه هقول لك عليه على بال بس ما البصله تصفر شويه. خليكي معايا عشان ما اطولش عليكي. هنا بعد ما اصفرت اهي البصله اهي، بنسمي بسم الله وبركة بسم الله. هنحط هنا معانا مكون، معانا توم مفروم، ومعايا فلفل حامي على بارد، احمر واخضر حسب الرغبه، دي حسب رغبتك انت. انا بحبه كده بيدوله طعم. نشوحه بقى كده لغايه ما نشم ريحه التوم والفلفل، مش بنحمره، يا دوبك نشم ريحه التوم والفلفل، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بعد ما شوحت التومه مع الفلفل وريحتها طلعت اهي، ودبلت كده اهي. المكون بقى اللي بقول لكم عليه اللي هو بيخلي المحشي يروح في حته ثانيه خالص، ودي من طريقتي انا، ما شفتهاش في قناه ولا شفتها مع حد، دي طريقتي انا اعتمدتها لان كانت جارتي بتعملها كده وجربناها مع بعض وطلعت تحفه وجميله. وبعدين ما حدش ياخدها مني ويعمل افتكاسات ويقول ده طريقتي وانا عملتها، لانهم بياخدوا مني كل الطرق وبينسبوها ليهم، يعني بياخدوا المحتوى بتاعي كله وينسبوه ليهم، ما حدش بيذكرني في حاجه. فهو المكون هو القلب بتاع الكوسه، هو بيدي طعم جميل ومش بيبان اصلا، وبيديك تطعيمه كده في المحشي، بعدين في نفس الوقت هو مغذي. لو احنا اولادنا ما بياكلوش كوسه ولا بتاع، فبنحط لهم بقى في المحشي هيتبارى وياكلوه، يبقى مغذي لهم وفايده لهم. وهو قلب الكوسه طبعا احنا عارفين الكوسه حلوه للقلب، ومعايا بصله، معايا جزريه كبيره مبشوره كمان. حاجات كلها بتطعم المحشي وبتدي طعم وريحه. جربوا يا جماعه كده مش هتندموا، جربوها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنفضل برضه نشوح فيها كده لما يتبلوا. بعد كده هننزل بالصلصه، طبعا مسلسله الصلصه لو عندك انت طماطم فريش لسه اضربها في الخلاط وحطيها تتسبك معاهم عادي. انا معايا صلصه مسلسلها هحطها، وهوريكم البهارات والتوابل اللي انا هحطها. خليكم معايا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا اهو حطيت الصلصه اللي انا مسلسلاها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره قلب الكوسه ده يعني مش مثلا تعملي 2 كيلو تحطي القلب كله، لا، بنحط شويه منهم كده، نحط نصهم، لو لقيناهم كتير ربعهم كده يعني، لكن مش نحط كله يعني عشان ما يبقاش كله قلب كوسه يعني. بنحط 4 معالق كده كبار، على حسب الكميه اللي انت هتعمليها بقى الرز، عشان هعمل كيلو رز. هنا معانا البهارات بقى، نقول على البهارات. معانا كل البهارات، معانا ملح، ومعانا فلفل، ومعانا كزبره، ومعانا كمون، ومعانا شطه، ومعانا بابريكا، ومعانا ثوم بودره وبصل بودره، ومعانا ال7 بهارات بنكتر منها، معانا ورق لوري، معانا نعناع، واحط كمان مرق الدجاج. ده من كل حاجه معلقه عشان احنا هنقلبه على بعض كده. هناخد نصه بس، والنص التاني هنشوف هنعمل فيه ايه، اقول لكم عليه هنعمل فيه ايه. هقلبه كده واحط نصه، وبعد كده ايه هنغسل الرز طبعا ونحط الخضره. انا بعد ما حطيت الخضره اهو، حطيت الرز الاول وبعدين رحت حاطه الخضره بعد ما طفيت النار. ما بحطش الرز على النار خالص، بعد ما بطفي على الصلصه بقوم حاطه الرز واقلب واقوم حاطه الخضره. معانا هنا بقى المكون التاني اللي هو نص البصل اللي احنا حشناه ونص البهارات. ده نص البصل اهو اللي احنا بشرناه وحطيناه، هنحطه هنا، ونص البهارات هنا فوق الخلطه اهو، فوق الرز. وهنحط كمان شويه زيت عشان الزيت بيديها لمعه كده، وهنقلب. البصله دي النيه بقى ديت بتديها طعم وريحه خرافه، وانا عملتها قبل كده وموجوده عندكم على القناه برده، بس انا حبيت افكركم بيها برده اهو. بص الخلطه شكلها عامل ازاي، تحفه. من عند الاضاءه هنا مش حلوه كمان، فالاضاءه مش واضحه قوي. بصوا هقلبها بقى وهاخد وهحشي ايه، واوريكم المحشي بعد ما نحشيه. انا هحشي كرنب، وهحشي فلفل وبتنجان وكوسه. بصوا يا حبايبي، هنا هنحشي الكرنب. انا حاطه ايه في الارضيه، حاطه البواقي الخضره، العيدان بتاع الخضره،
وحاطه بصل، وحاطه حلقات كده، مقطعه بصلايه حلقات، ومقطعه قطيتين كده حلقات، وحطها مرشه ملح بفلفل. هنقول هنا اهو. هنا اول ورقه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. ومعانا ده اهو، حسب ما انت عايزه الصباع برضو قد ايه، بنبرمه جامد كده اهو، وننضفه كده ونرص. انا هعمله كله كده، وبعد كده هوريه لكم بعد ما يعني بصوا الخلطه عامله ازاي، ما شاء الله ما شاء الله الخلطه عامله ازاي. هحشيه بقى واوريه لكم بعد الحشو. حبايبي انا بعد ما حشيت اهوت الكرنب، بسم الله الرحمن الرحيم اهو ما شاء الله. وحشينا برضو البتنجان والفلفل والكوسه اهي اهو. دلوقتي معانا الشوربه اهيت مغليه اهي، هنحط عليها معلقه سمنه، غليناها طبعا وحطيناها. نحط معلقه سمنه بلدي كده عشان تدي طعم وريحه اهو. وهنحط معلقه صلصه اهو، معلقتين صلصه كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وهنسقي بقى المحشي الكرنب طبعا مش بنسقيه، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنعمل حساب الخضار اللي احنا عاملينه تحت، البصل والقوطه، بيدي برضو كده. نحط كبشه كمان كده كده حلو قوي. وهنحط كمان عليه الطبق ده كده عشان ما يفكش، وعلى طول هنحط على البوتاجاز. هنسقي برضو البتنجان، هنسقي البتنجان نحطه على البوتاجاز لما يخلص المره. خليكم معايا لاخر الفيديو. ما تنسوش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله. وبعد اذنكم دلوقتي على بال ما اخلص واوريه لكم بعد ما يستوي. انا بعد ما خلصنا اهوت، انا هنغرفه اهو في الاطباق، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بس جماله يتاكل كده، تاكل سخن كده بيطلع دخان كده. ايه رايكم؟ وعملنا اهوت الفلفل والبتنجان، عملنا الفراخ معاه اهوت، هي اتحمشت شويه في الفرن معلش. عملنا شوربه وملوخيه خضرا اهي. يلا جربوا بقى وشوفوا الخلطه دي جباره. يلا ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وطبعا منعكش كده عشان احنا عرفناه من الحله مباشره، ما زوقناش ما عملناش اهو. شكله يعني بيتكلم عن نفسه، الدخان طالع اهو. يلا جربوه وقولوا لي، متنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبة الشتاء يعني واكل الشتاء. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.